يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. الاختراع ده انا اللي اخترعته. رشيت على العباية بتاعتي مبيد الحشرات وخليتها بتلمع ونضفت وبقت زي الفل. وكمان الاستيك بتاع الساعة بتاعي اللون بتاعه اتغير شوية ونضفته وخليته هو كمان بيلمع. عارفين بقى الكوتشي اللي بناخده ونحطه في الغسالة ونستنى عليه يوم ان هو يتغسل، وتاني يوم ان هو نحطه في الشمس، وتالت يوم نشوفه نشف ولا ما نشفش ولا حاجة من دي خالص. مبيد الحشرات هنلمع وننضف ونروق كل اللي حوالينا، اذا كان جلد او ملابس او يمكن حتى الرخام والحيطان والسيراميك، كل ده بمبيد الحشرات اللي قدامنا ده. نرش رشة كمان في الشقة علشان حشرات الصيف لما تيجي تطلع لا قدر الله ما تظهرش عندنا خالص. وفي نفس الوقت عارفين لو انا اتمشيت بمبيد الحشرات ده شوية في الشقة هخليها بتلمع وانضفها واخليها زي الفل. ده تهيالي كمان لو رشيت رشتين 3 من مبيد الحشرات ده، امشي بقى على الحيطان ونشيل الجاف اللي الاولاد عاملينه ولا الشخبطه اللي هم عاملينها، والسيراميك لو فيه بقعه، والرخامه لو هي عايزاها برضو تلمع. بس طبعا خلي بالك اي حاجه من دي ما تكونش الحراره عاليه في الجو، ولا يكون قريب من لا قدر الله اي حرارة اذا كان بوتاجاز او حاجة سخنة، ولا حتى تعرضي للشمس علشان لا قدر الله ده غلط جدا. والمهم اديني نظفت الدنيا، ويا ريت حد ياخده مني لان فعلا هتمشى بيه في الشقة وانضف هنا ولمع هنا، فحد فعلا يجي ياخده مني. حاولوا كده دايما تفكروا خارج الصندوق، لان اي حاجة خارج الصندوق بتنجح. فحاولوا ان انتوا تفكروا ده ينفع ليه وده ينفع لإيه، علشان دايما ان انتوا تجددوا من حياتكم، وما تفضلش الحياة ثابتة ان ده علشان ده وبس، ده علشان ده وبس. ما ينفعش الكلام ده. حاولوا ان انتوا فعلا من الدنيا اللي حواليكم تغيروا كل حاجة. ودلوقتي حالا لازم اخرج انا كمان. هو انا بعد ما انضف كل ده ما اخرجش واتمشى؟ عبايتي والبيت والساعة والكوتشي والشنطة كل ده لمعته، فمن حقي اخرج واتمشى. فيا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة.